أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الجديد عام 2023، ونتمنى من الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركات وازدهار وتطور لوطننا إريتريا، وعام صحة ووفاق ووئام لكل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر مع قوات دفاعه الباسلة. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. رسالة فخامة الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة حلول العام الجديد 2023. غزارة الأمطار تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي في سجنيتي. جمعية أصحاب سيارات الأجرة تؤكد مواصلة مشاركتها في البرامج التنموية. في الأنباء العالمية، بوتين يقول إنه يريد تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين. إيران تجري مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج. ومقتل 12 عاملا بحقل نفطي في شرق سوريا إثر هجوم. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس إسياس أفورقي كلمة إلى الشعب الإريتري في الداخل والخارج وقوات الدفاع البواسل بمناسبة العام الجديد 2023. نص الكلمة بالعام الجديد 2023: رغم انخفاض أضرار جائحة كوفيد-19 نسبيا خلال عام 2022، إلا أنه كان عاما مليئا بمختلف الأحداث الطبيعية، والأكثر صعوبة من الجائحة والأحداث الطبيعية هو الدسائس التي يقوم بها أسياد حكم الغاب بهدف خلق التوترات الأمنية والاقتصادية مواصلة لعنجهيتهم. وعلى ذات المنوال ازدادت التدخلات البائسة في جيراننا تنفيذا لأجنداتهم البالية وخلق النزاعات، بالإضافة إلى تزايد هستيريا العدائيات الحاقدة الموجهة على إريتريا. في ظل هذه الأوضاع العالمية والإقليمية، أثبت الشعب الإريتري في الداخل والخارج تصديه الذي يزرع الفخر والاعتزاز، معززا وعيه العالي وصفوفها المتراصة كالبنيان، بينما صنعت قوات الدفاع الباسلة الدافئة تحت حضن شعبها معجزات أدبت من خلالها الغزاة العنجهيين المستفزين. لذلك أعبر عن فخري واعتزازي اللذان لا يوصفان. كما أنه لا يبدو أن عنجهية القوى المتغطرسة والمعرقلة تنتهي نسبيا في العام 2023، إضافة إلى عدائيات ودسائس العملاء. في المقابل ستكبر وتزداد تحدياتنا التنموية أكثر فأكثر. لذلك نتمنى النجاح لاستعداداتنا الجادة بتحديات قوية إلى جانب خيارنا العادل والمستقبل. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الجديد والأعياد الميلادية. الفخر والمجد لشهدائنا الأبرار، النصر للجماهير. وبهذه المناسبة ننوه بأن كافة وسائل الإعلام الإريترية ستجري خلال الأسابيع القادمة لقاءات مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي فيما يتعلق بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية سجنيتي بأن غزارة الأمطار أثرت سلبا على الإنتاج الزراعي الخريف الماضي. وأوضح مسؤول المكتب السيد إياسو أسفاو خلال لقائه مسؤولي مكاتب الوزارات وممثلي المزارعين في 26 من ديسمبر المنصرم أن الأمطار التي بدأت الهطول في استمرت بغزارة دون توقف، مما أثر سلبا على نمو المزروعات وإنتاجها. وذكر خبير وقاية النباتات السيد مبرهة كيداني تقديم التدريب ل 240 مزارع لمكافحة الأمراض وإعداد العلف الطبيعي والحصول على نتائج مرضية من بذور الخضروات المحسنة المجربة من المزارعين النموذجيين. وأشار إلى إعداد أكثر من 100,000 شتلة من الأشجار في مشتل سجنيتي وزرعت في مختلف مناطق المديرية، وتقديم 43,000 شتلة لمديريات صنعفة وطرونا وميعيني ودك أمحارة وفورو. ودعا مدير مديرية دك أمحارة السيد عبد القادر حاج علي خبراء الزراعة للقيام بدور طليعي لرفع الإنتاج الزراعي استفادة المزارعين جيدا من خزانات المياه المشيدة وترشيد استهلاك المياه في تنمية البساتين. وقدمت في المناسبة الجائزة لمزارع قام بعمل النموذجين لرفع الإنتاج والإنتاجية من خلال حماية التربة وحفظ المياه وتنمية البذور المحسنة.
أكدت جمعية أصحاب سيارات الأجرة بأنها ستواصل بقوة الأنشطة التنموية ومساعدة أسر الشهداء التي بدأتها في عام 2015. وأوضح رئيس الجمعية سيد منقس جيلا ميكائيل أن رعاية أسر الشهداء لا تترك للحكومة فقط، وأن جمعيتهم قدمت خلال 8 أعوام مضت 1,004,000 نقفة ل30 أسر من الشهداء المحتاجة بدفع 500 نقفة لكل أسرة شهريا. كما أوضح بأن الجمعية ظلت تقوم بتسيير أنشطة تنموية في مناطق بيت قرقيش وعد أبيتو وعد النفاس بالتنسيق مع سلطة الغابات والحياة البرية، فيما قامت ببناء مدرجات حوضية في 4 هكتارات بمنطقة مايدمنت، وغرست 5,000 شتلة خلال عامي 2021 و2022. وقد أدت الرعاية الجيدة والمتابعة المستمرة إلى نجاح أكثر من 99% من تلك الأشجار. وذكر السيد منقس أن الجمعية تبرعت خلال العامين الماضيين ب445 كيسا من الدم لإنقاذ الحياة التي لا تتعوض بالدم الذي يعوض، فيما قرر 200 من الأعضاء بأن يكونوا أعضاء دائمين لجمعية المتبرعين بالدم منذ العام 2021. إضافة إلى ذلك تبرعت الجمعية ب15,000 نقفة لجمعية سلامة المرور. وعبر كل من سكرتير الجمعية سيد إتبارخ خيلي ومسؤول الإدارة والمالية سيد منقس أباي عن فخرهما لنجاح الأشجار التي قاموا بغرسها قبل عامين، مؤكدين مواصلتها بصورة أكثر تنظيما. تضم جمعية أصحاب سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط 960 من سيارات الأجرة. نظمت شركة المنتجات البحرية الإريترية دورة تدريبية لشهرين ل43 عاملا من مختلف المؤسسات حول صيانة أجهزة التبريد، المكيفات والثلاجات. وقال مسؤول شركة المنتجات البحرية الإريترية في عصب السيد خالد محمد إن الهدف من التدريب تأهيل الفنيين ومساعدي الفنيين لتخفيف المصاعب التي تحدث في المؤسسات. تضمن التدريب دراسة نظرية وتطبيقية لصيانة المبردات، إضافة إلى تركيب معدات الطاقة الشمسية. وأشاد ممثل المدربين باهتمام المتدربين داعيا لتطوير المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي. تقدم المؤسسات الصحية في منطقتي قحتلاي بمديرية جندع وإنجرني بمديرية أقردات خدمات صحية مرضية. وأوضح المهنيون الصحيون في عيادة قحتلاي ارتفاع وعي الحوامل، مما أدى ذلك إلى زيادة الولادة في المؤسسات الصحية وانخفاض الأمراض الناجمة أثناء الولادة وما بعدها. وأشار ممرض الولادة جمع محمد إلى ارتفاع نسبة الولادة في العيادة ب6% مقارنة بالعام 2021، ورعاية الحوامل ب20%. وذكر مدير الضاحية السيد زرآي جاهيم بناء سور للعيادة بمشاركة أهلية، فيما تمنح إدارته تجديد عنابر الانتظار أولى أولويات برامجها القادمة. وتقدم عيادة قحتلاي خدمات الولادة والصيدلة ورعاية الحوامل قبل وبعد الولادة، بالإضافة إلى رعاية الأطفال وبرامج التطعيم والفحص الطوعي. وقال مسؤول العيادة في إنجرنا الممرض منصور عثمان إن رعاية الحوامل التي كانت 32% خلال 2021 ارتفعت خلال 9 أشهر من عام 2022 إلى 42%، كما ارتفعت نسبة تطعيم الأطفال دون 5 أعوام إلى 90%. وذكر الممرض منصور إنجاز أعمال ضخمة في مكافحة الأمراض المعدية، ورغم غزات الأمطار هذا العام لم تظهر أي خطورة للملاريا بفضل أنشطة النظافة المنفذة. هذا وتقدم عيادة إنجرنا التي تأسست عام 1995 وتقدم الخدمات الصحية ل24 منطقة بضواحي ديكسا وإنجرني وعلي باناي. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين، وأفاد بمقاومة البلدين في مواجهة الضغوط الغربية. وقال بوتين في سياق
ضغوط غير مسبوقة واستفزازات من الغرب نحن ندافع عن مواقفنا المبدئية. وأشار إلى أن التنسيق بين موسكو وبكين على الساحة الدولية يخدم إقامة نظام دولي عادل وقائم على القانون الدولي. كما أكد أن التعاون العسكري والفني الذي يسهم في أمن بلادنا والحفاظ على الاستقرار في المناطق الرئيسية له مكانة خاصة في التعاون الروسي الصيني. ثم أوضح الرئيس الروسي أن القوتين تعتزمان تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لروسيا والصين. وفي مواجهة عقوبات غربية قاسية على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، سعت موسكو في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع آسيا خصوصا مع الصين. وأعلن بوتين الجمعة أن نظيره سيأتي في ربيع العام 2023 إلى روسيا في زيارة دولة ستكون الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19. أفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران أجرت مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال الأدميرال حبيب الله سياري لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إرنا أن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيرات تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع. وبدأت المناورات التي تحمل اسم ذو الفقار 1401 في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان. وتجري طهران التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في المنطقة مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 30% من إجمالي النفط الخام المنقول بحرا. ونقلت قناة بريس تي في عن سياري القول إنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة حتى تتمكن دول المنطقة من إرساء الاستقرار والسلام في محيطها. أسفر هجوم استهدف 3 حافلات كانت تقل عمالا بحقل نفطي في شرق سوريا عن مقتل 12 شخصا. واستهدف الهجوم الذي نفذته خلايا تابعة للتنظيم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان حافلات تقل عاملين في حقل التيم النفطي في ريف دير الزور الغربي الذي يعد جزءا من البادية المترامية الأطراف التي انفكأ إليها المقاتلو التنظيم منذ إسقاط خلافته منذ مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته. وفي وقت لاحق قال وزير النفط السوري بسام طعمة في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن إحدى الحافلات تعرضت لقذيفة صاروخية لافتا إلى إصابة 4 عمال بجروح. في النبأ الأخير أعلنت الدفاع البيلاروسية أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لمنسك أسقطت صاروخا أوكرانيا أطلق من منظومة إس-300 التابعة لنظام كييف. أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن صاروخا أوكرانيا يتبع لمنظومة إس-300 سقط في منطقة بريست على أراضي الجمهورية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية للأنباء أنه تم تسجيل سقوط صاروخ أوكراني من منظومة إس-300 على أراضي بيلاروسية قادما من أراضي أوكرانيا، حيث تم إبلاغ رئيس الدولة على الفور بالحادث. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين ختاما للنشرة. رسالة من فخامة الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة حلول العام الجديد 2023. غزارة الأمطار تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي في سجنيتي. جمعية أصحاب سيارات الأجرة تؤكد مواصلة مشاركتها في البرامج التنموية. في الأنباء العالمية، بوتين يقول إنه يريد تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين. إيران تجري مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج. ومقتل 12 عاملا بحقل نفطي في شرق سوريا إثر هجوم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، أكرر مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.